هلو جايليز، ويلكم تو شيماء دايريز. وحشتوني جدا جدا جدا. وانا بقالي اسبوعين ما صورتش، بس قررت ان انا النهارده هتحدى كل العوائق وهصور الفيديو ده. هتحدى عائق ان انا مش قادره اقعد اصور في نفس السيت اب اللي بنصور فيه كل مره، وانه تقريبا في صوت كده بره حاجه شغالين فيها، وان انا تعبانه. هطلع اقول لكم انا تعبانه لحد ما اولد، يعني استحملوني. بس كنت عايزه اكلمكم على كتاب مانيفست قبل ما اكلمكم على الفيجن بورد، عشان انا عارفه ان انتم مستنيين قوي قوي الكتاب بتاع قصدي الفيجن بورد وانا عملت ايه فيها. وزي ما كنت بقول لكم ان انا بقالي حوالي 3 سنين الفيجن بورد بتاعتي الحمد لله رب الحمد لله، يعني ما شاء الله بتتحقق. ولكن حسيت ان انا قبل ما اكلمكم في ده محتاجين نتكلم في الكتاب بتاع مانيفست، عشان ده من احلى الكتب اللي انا قريتها، واللي خلاني اقعد اقراه كله في اسبوع تقريبا. انه انا بجد الكتاب كان شديدني قوي قوي قوي، وان هو بيتكلم على خطوات حقيقية جدا 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 ليها علاقة بالمانيفستيشن. اولا المانيفستيشن مش هو قانون الجذب، ولكن المانيفستيشن وقانون الجذب مش حاجة أنا بؤمن بيها completely، يعني لأنه مفيش حاجة اسمها إن أنا هقعد في مكاني وأتخيل إن الحاجة دي هتجيلي فهتجيلي. ده صوت الناس اللي فوقينا بتحرك العفش، مش مشكلة. المهم إنه كنت بقول لكم مفيش حاجة اسمها إنه هقعد أتخيل بقى إن دلوقتي الحاجة دي هتجيلي فهي هتجيلي. مفيش حاجة اسمها كده ومفيش منطق ورا ده. ولكن المانيفستيشن هو ان انا بمشي بخطوات ليها علاقة بالعقلية بتاعتي انا. والكتاب ده هو اسمه 7 steps to living your best life، انه ازاي انتوا تعيشوا احسن حاجة في حياتكم او تحققوا احلامكم عن طريق 7 خطوات. واللي كاتبة الكتاب ده اسمها روكسي نافوسي. وانا سمعت لها بودكاست كتيرة قوي 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 بجد، رائعة رائعة. لازم تسمعوا البودكاست اللي هي بتتكلم فيها. انصحكم ان انتوا تسمعوا البودكاست بتاعتها لو مش تقدروا تجيبوا الكتاب. فالمانيفستيشن هو اكتر ليه علاقة بعقليتك او ليه علاقة بالمايند سيت بتاعتك، وازاي انه المايند سيت بتاعتك تكون مايند سيت ايجابية علشان تقدري تحققي اي حاجة انت عايزاها. والكتاب ده انا بحس انه ليه علاقة كبيرة قوي 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 بينا وبالدين بتاعنا وبينا احنا كمسلمين، يعني انه بجد في حاجات كتيرة قوي احنا ربنا قال لنا عليها وقال لنا ان احنا نعملها في العقلية بتاعتنا، بس مش بننفذها او بننساها او بنخلي القلق ومشاغل الحياة وكل الكلام ده هو اللي بيتحكم فينا. تعالوا نبدأ في ال7 خطوات. حاسة ان انا محتاجة ارجع الموبايل شوية، رجعه ونبدأ على طول في ال7 خطوات. طيب اول ستيب هي بتتكلم عليها هي ان انت to be clear in your vision او الفيجواليزيشن. اللي هو ايه الفيجواليزيشن؟ اللي هو انك تتخيلي كل حاجة انت عايزاها تبقى في حياتك بعد كده. وهي بتتكلم انه انت المفروض تكوني، يعني انت المفروض تكوني كلير قوي في الفيجن بتاعتك. كلير مش بمعنى ان انا عارفة ايه اللي هيحصل لي كمان 5 سنين، او كلير في ان انا عارفة ايه اللي هيحصل لي مثلا كمان سنتين. لا، هو كلير في الفيجن دي معناها انه ازاي ان انا ابقى متخيل كل حاجة انا نفسي فيها عشان خاطر احقق الحاجة اللي انا عايزاها. يعني لو انا عايزة اسافر دولة معينة فانا كلير قوي في الفيجن بتاعتي في ان انا عايزة اسافر الدولة دي، مثلا عايزة اروح اشتغل في دبي مثلا، فكلير قوي في الفيجن بتاعتي بان انا متخيلة حياتي هناك هتبقى عاملة ازاي لو انا روحت اشتغلت هناك، شكل الناس اللي انا بقابلها، شكل اللبس اللي انا بلبسه، شكل الشغل اللي انا بروحه. وبتخيل الحاجات دي وبفيجواليزت كأنها حاجة حقيقية. ودي حاجة أنا حصلت معايا بجد في حاجات كتيرة قوي. عايزة أحكي لكم على موقف فيها. إنه أنا قبل ما أسافر المنحة بتاعة تركيا كان عندي 20 سنة، تمام. قبلها بسنتين تقريبا وأنا عندي 18 19 سنة، من اللا شيء أنا قبل ما أنام كنت بتخيل، مكنتش عارفة إن دي حاجة اسمها فيجواليزيشن. قبل ما أنام قعدت أتخيل إنه أنا واقفة بتكلم لغة تانية وبدي سبيتش في الجامعة قدام ناس أجانب وأنا لابسة لبس التخرج. وفعلا ده اللي أنا حصل لي. هبقى أنزل لكم الصور دي على انستجرام. إن أنا بعدها بحوالي مثلا 3 سنين، سنتين ونص، وأنا بتخرج من أول سنة اللي هي دراسة اللغة التركية، اللي هي السنة التمهيدية، أنا رحت واديت سبيتش في الجامعة.
وإن أنا عن تجربتي يعني في الدراسة برّه مصر وكده، واديت speech وكل حاجة أنا تخيلتها، مع إن وقتها أنا ما كنتش أعرف إن في حاجة اسمها visualization، ما كنتش أعرف أي حاجة عن ده، ولكن كانت الvision clear أوي. عارفين لمّا تشوفوا الحاجة كأنكم فعلًا حاسينها؟ يعني برضه لو أنتم حصل معاكم حاجة كده قولوا لي، بس كنت أنا بجد clear أوي، أوي في الvision بتاعتي، اللي هو أنا شايفة الحاجة دي ومتخيلاها. وبعدين ده بدأ يحصل معايا في حاجات كتيرة أنا باتخيّلها كإنّي عايشة جوّه الحاجة، وبعدين بابدأ أpractice كمان ده through meditation. أوقات كتيرة أوي كنت باعمله الصبح وبالليل في حاجات كتير أنا عايزاها، يعني مش هينفع إن أنا أتكلّم في كل حاجة for sure، بس قصدي إنه في حاجات بجد كنت بابقى عايزاها. كنت ساعات أول ما باصحى من النوم باعمل meditation، الmeditation ده باتخيّل فيه ده، وقبل ما بانام كمان، لإن دول أكتر وقت هي كانت بتقول في الكتاب إن ده أكتر وقت بتكون فيه high vibe اللي هو الvibration بتاعتنا أو الenergy بتاعتنا عالية. وهي كمان بتتكلّم في الكتاب عن إزاي إحنا الطاقات بتاعتنا، إن مثلًا طاقة زي طاقات الخوف وطاقات القلق و والحسد، وفي كذا في طاقات كده للبني آدم، الطاقات دي بتقلل جدًا، جدًا منه، وبتقلل من قدرته على إن هو يحقق أي حاجة هو عايزها في الحياة، وبتخلّي دماغه أو العقلية بتاعته عقلية فقيرة، وعقلية هي شايفة كل حاجة سودا، فبالتالي كل حاجة سودا هتيجي لِك. يعني حتى إحنا اللي هي حُسن الظن بالله بجد دي حاجة، يعني وإن أنا أتخيّل الحاجة وكل الكلام ده، ده موجود عندنا، بس الأجانب جرّبوه، فبدأوا إن هُم يسمّوه أكتر الmanifestation، ولكن هو الموضوع كلّه هنا في العقلية بتاعتنا. وبتبدأ تتكلّم بعد كده عن creating الvision board اللي أنا هاكلّمكم عنها المرّة الجاية، ولكن سريعًا هي بتتكلّم على إنه الvision board أو اللي هي لوحة الأهداف بتتسمّى كده، إن إحنا بنحُط الvision board بتاعتنا دي مثلًا في أول السَنة، في ناس بتعملها في عيد ميلادها أو كده، بس أنا بافضّل إن أنا أعملها كل أول سَنة، وأبدأ أحُط فيها صور من شكل الحياة اللي أنا عايزة أعيشها. فمثلًا شكل الpartner بتاعي اللي أنا عايزة أتجوّزه، شكل الشغل اللي أنا عايزة أبقى باروحه، شكل البلاد اللي أنا عايزة أسافرها، جسمي يبقى عامل إزاي، إن أنا عايزة مثلًا كنت حاطة مثلًا في الvision board بتاع السنة اللي فاتت إن أنا عايزة أبقى باشرب مَيّة أكتر. الvision board كنت حاطة مثلًا إن أنا عايزة ييجي لي PR، أو أنا عايزة ييجي لي PR من Sephora، ودي حاجة كانت بالنسبة لي آآ مستحيلة، بس أنا كنت شايفاها مش مستحيلة. وفعلًا ده حصل وأنا في مصر، وأنا عايشة في مصر، وده مش يعني ده عادي بالنسبة للناس اللي هي عايشة في دول الخليج أو برّه أو كده، بس بالنسبة لنا إحنا في مصر مش بنعرف نcollaborate أوي مع international brands. فكان بالنسبة لي أنا عايزة إن أنا يعني عايزة الحاجة دي وشايفاها إن هي ممكن تحصل لي، وفعلًا سبحان الله حصلت. بس دي من أكتر الحاجات اللي معلمة معايا السنة دي إنها حصلت لي. كنت حاطة إن أنا عايزة أروح عُمرة، الحمد لله طلعت عُمرة. فالvision board الفكرة بتاعتها في إيه؟ في إن أنتِ لمّا بتدوّري على الصور تبدئي تشوفي الحاجات، تبدئي تتخيليها، بتبدأ يعني الvision بتاعتِك توضح أكتر. لمّا بتبدئي تجيبي الصور دي تطبعيها أو تحطيها مثلًا على الbackground بتاعة الموبايل أو كده، كل دي حاجات بتزوّد الإحساس الحلو اللي أنتِ حاساه وأنتِ جوّه الحاجة دي. يعني مهم إن أنتِ وأنتِ بتvisualize الحاجات دي تشوفي إحساسِك هيبقى عامل إزاي. يعني مثلًا وأنا في العُمرة هابقى حاسة بالسلام النفسي جدًا وهابقى مبسوطة أوي، وأنا مثلًا أخدت شهادة معيّنة هابقى إزاي حاسة بإحساس النجاح وإحساس الachievement وإن أنا حققت حاجة. الإحساس نفسه هو اللي بيعلّي الvibe بتاعتي وبيحسسني إن أنا I am able إن أنا أعمل الحاجة دي، وإن الحاجة دي جاية لي، وإن أنا طاقتي مستعدة للحاجة دي. بس اللي عايزة أقوله لكم برضه آمم، إنه هي هتتكلم بعد كده إنه إحنا مش بنتخيل وبنحط الvision board وبنسكت. يعني مثلًا في موضوع سيفورا ده، لأ أنا كنت مثلًا أنا كنت بashare الحاجات اللي أنا جبتها من برّه، الreviews عنها وأعمل لهم mention وكده. فلازم إن أي حاجة إحنا بنحطها في الvision board إحنا بنسعى لها، ولكن بنسعى لها وإحنا حاسين ومتطمنين إنها جاية، مش بنسعى لها بsense of attachment إن أنا متعلقة أوي بالحاجة دي وهي لازم هتيجي لي، لإن كل ما أنا اتعلقت بالحاجة دي وقلقت إنها ما تجيش، كل ما الحاجة دي مش هتيجي لي عشان أنا
الvibe بتاعتي زي ما هي مسمياها هنا، أو الvibration بتاعتي هي vibration بتاعة قلق وخوف، وكلها vibe negative مش vibe positive. step هي إن إحنا نشيل الخوف والقلق، وهي بتتكلم عن قد إيه إن الخوف والقلق كطاقات أو كمشاعر هي بتمنعنا من تحقيق حاجات كتيرة جدًا، وإن إحنا الخوف والقلق إحنا بنفكر إن الخوف والقلق كده إحنا بنحمي نفسنا وبنتوقع أسوأ سيناريو هيحصل، ولكن في الحقيقة إن هو بيبعد عننا أفكار كتيرة أوي positive، زي إن أنا أستحق إن أنا آخد الحاجة دي، زي إن أنا أبقى عندي abundance mindset، سعة في الmindset بتاعتي. وعايزة أقول لكم برضه في حتة الفير والخوف وكده، وهي برضه بتتكلم عليها هنا، وهي قد إيه إن الخوف بجد بيعبر عن insecurities جوانا، بيعبر عن limiting beliefs اللي هي معتقدات إحنا معتقدينها عن نفسنا، زي إن إحنا ما نستحقش، إن إحنا أشخاص فاشلين، زي إن إحنا لأ مش هنحقق، لأ الحاجات دي بعيدة أوي عننا، لأ إن أنا أسكن في المكان ده، أو إن أنا يبقى معايا الفلوس دي كلها حاجات بتيجي لناس تانية. ودي حاجة، دي messages بتتبعت لي فعلًا، يعني أنا باشوف البنات باعتة لي messages على إنستجرام، أنا عايزة أعمل كذا، كذا، بس أنا خايفة، وممكن تبقى حاجات بسيطة بجد، حاجات اللي هو حاجات زي إن أنا مثلًا خايفة أروح آخد course، أنا خايفة مثلًا إن أنا أروح آخد الcourse ده، أو أنا كلمة أنا خايفة، وبتشوفوها قد إيه إن الخوف والمشاعر دي بتبان أوي في الكلام، اللي هو أنا هو مسيطر عليها إحساس الخوف والقلق من أي خطوة، وهي مش مصدقة إن هي ممكن توصل لأي حاجة. فلو أنتِ أصلًا مش مصدقة أو عقلِك مش مصدق، إزاي الناس برّه هتصدق فيكِ؟ إزاي أي حد براكِ هيصدق فيكِ؟ لو أنتِ أي حد بيقول لِك كلمة بتهزِّك، أو أي كلمة بتأثّر فيكِ، أو أهلِك أصلًا بيقولوا لِك كلام بيخلّوكِ ما تصدّقيش في نَفْسِك، أو إن أنتِ فاشلة، أو إن أنتِ مش هتسافري، أو إن أنتِ مش هتوصلي، أو إن أنتِ مش هتعملي فلوس، أو كل الكلام ده. لو أنتِ صدّقتِ الكلام ده وبدأ إن الكلام ده هو اللي يسيطر عليكِ، مش عقلِك هو اللي يسيطر عليكِ والmindset بتاعتِك هي اللي تسيطر عليكِ، ده الواقع اللي أنتِ هتشوفيه. لإن هو بجد أي خطوة أو أي action إحنا بناخده في حياتنا بيبدأ من هنا الأول، بيبدأ إن أنا أبقى شايف الحاجة دي ومصدقة فيها، ومصدقة إن أنا أقدر أنجح فيها. ودي الحاجة اللي أنا باحاول طول الوقت إن أنا أعملها في أي حاجة، في أي step أنا باخدها، بابقى عارفة إن أنا هانجح في الحاجة دي، وعارفة إن أنا هاوصل فيها. يمكن علشان كده طبعًا ده توفيق من عند ربنا، ده for sure، بس العقلية السلبية، العقلية اللي كلّها خوف، العقلية اللي كلّها قلق، ودي حاجة أنا عانيت منها كتير جدًا، ودايمًا باقول لكم ده، إن أنا عانيت مع القلق كتير أوي، بتمنعكم من إن أنتم تحققوا حاجات كتيرة أوي، وبتخلّي عندكم قلة ثقة في نفسكم. أنا عملت فيديو عن الثقة في النفس، وقلة الثقة في النفس دي بتنعكس عليكم، فبالتالي بتخلّيكم مش مستعدين إن أنتم لا ييجي لكم فلوس أكتر، ولا ييجي لكم حياة أحسن، ولا إن أنتم توصلوا لحتت أحسن في الحياة، علشان أنتم أصلًا مش مستعدين لده. أنتم العقلية بتاعتكم عمّالة تقول لكم إن أنتم أصلًا ما تستحقوش المكانة دي. فالموضوع كله بيبدأ من هنا، وهي بتتكلم كتير أوي عن فكرة الخوف وعن القلق، إزاي إن هُم بيجذبوا البني آدم لتحت وبيقللوا من ثقته لنفسه، وإن once إن أنتِ عملتِ shift في دماغِك إن أنتِ تقدري تحققي أي حاجة، إن أنتِ شُفتِ الحاجة دي وحاساها، وإن الvibration بتاعتِك بقت أعلى towards المشاعر الإيجابية، دي إزاي حاجة بجد هتفرق معاكِ أوي في تحقيق أي حاجة أنتِ عايزاها. وهي بتقول إن في 4 خطوات إحنا محتاجينهم علشان خاطر يعني نشيل الخوف والقلق. الأول كانت في الكتاب عاملة زي activity كده بتكتبوا فيه الحاجة أصلًا اللي أنتم عايزين manifest، الحاجة اللي أنتم عايزينها تبقى في حياتكم، ممكن تكون الحاجة دي سفر، ممكن الحاجة دي تكون partner، ممكن الحاجة دي تكون فلوس، ممكن تكون lifestyle، أي حاجة، أي حاجة you can manifest it مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وبعدين بتقول إيه اللي مخوفكم، أو شايفين إن أنتم خايفين من إيه في الحاجة دي، أو ليه شايفين إن الحاجة دي ممكن ما تتحققش، وتبدأوا تكتبوه. وبعدين بقى بتقول إزاي إن أنتم تتخلّصوا من ده. أول حاجة إن إحنا نmaster الthoughts بتاعتنا، نشوف طريقة كلامنا عن نفسنا وطريقة كلامنا، وإزاي إن إحنا الأفكار بتاعتنا إزاي بتلعب بينا، لإن عقلنا أوقات كتير أوي هو اللي بيتحكم فينا، مش إحنا اللي بنتحكم فيه. فإن أنا أبقى mindful، أو أنا أبقى واعية لعقلي هو بيفكر إزاي، دي كلها حاجات بتخلّيني إن أنا أقدر أmaster الthoughts بتاعتي. تاني حاجة إن أنا أشوف اللغة بتاعتي باتكلم بإيه. هاقول لكم على حاجة، أنا بجد دي حاجة باقابلها كتير أوي، أوي،
وmessages كتيرة أوي بتبعت لي كده وبصراحة ما باحبش أرُد عليها. أمّا ألاقي مثلًا بنت تقول لي أنا فاشلة، أنا فقر، يا لهوي! أنا باكره الكلمة دي، ما بابقاش عارفة هو إزاي أصلًا ممكن حد يقول على نَفْسه كده، يعني طَب أنتِ مستنية إيه؟ مستنية الغنى ييجي لِك، مستنية الفلوس تيجي لِك لمّا أنتِ تقولي على نَفْسِك، ده اعتقادِك عن نَفْسِك، مستنية إن أي حاجة حلوة تيجي لِك لو أنتِ شايفة إن أنتِ فاشلة، ما فيش حاجة هتحسّي بيها أو هتقوليها لنَفْسِك، اللغة بتاعتِك اللي بيطلع من بُقِّك اللي هي أقداركم تؤخذ من أفواهكم إلا وهتحصل، سواء بقى بالإيجاب أو بالسلب، فأنتِ شايفة إنِّك فاشلة فتمام أنتِ فاشلة، لكن لو أنتِ شايفة إنِّك لأ تقدري تحققي كذا، دي حاجة هتخلّيكِ فعلًا تحققي ده. تالت حاجة كانت بتتكلم فيها إن إحنا نستخدم الaffirmations أو نستخدم إن إحنا نبقى بنسمع كلام إيجابي كل يوم الصبح، دي موجودة على يوتيوب إن أنتم ممكن تطلعوا affirmations عن الفلوس، affirmations عن النجاح، affirmations عن تحقيق أي حاجة، عن partner اللي أنتم عايزينه، فالaffirmations دي حاجة الaffirmations دي جُمل بتسمعوها زي مثلًا إن أنتم تقدروا مثلًا تعملوا فلوس، إن أنتم هتبقوا أغنيا، إن أنتم هتجيبوا العربية اللي نفسكم فيها. دي كلها affirmation وفي affirmations كمان عن نفسكم وعن ثقتكم بنفسكم تسمعوها كل يوم، كل يوم، كل يوم، مع الوقت فعلًا، فعلًا حقيقي بتفرق وحقيقي بتلاحظوا هدوء وبتلاحظوا إن أنتم حتى لو جات لكم فكرة سلبية خلال يومكم، بتفتكروا الكلام ده فبتبدأوا إن أنتم تشيفتوا الفكرة السلبية دي. ورابع حاجة هي الvisualization لإن أنتم كل ما تخيلتوا الحياة اللي أنتم نفسكم فيها وكل ما أنتم هتتخيلوا السيناريو الأسوأ فتفكروا نفسكم لأ إن أنتم مش هتوصلوا للسيناريو الأسوأ ده، أنتم هتوصلوا لأحسن حاجة في السيناريو ده أو هتوصلوا لأحسن case في السيناريو ده، فتبدأوا تشيفت عقلكم بدل ما هو عمال يتخيل السيناريوهات الوحشة وشاطر أوي في إن هو يتخيل كل السيناريوهات الوحشة اللي ممكن تحصل، للسيناريوهات الحلوة، دي حاجة بجد هتخلّي عقلكم يتغير 180 درجة وهتخلّيكم شايفين فعلًا الحياة اللي أنتم نفسكم فيها. الخطوة التالتة هي align your behavior. يعني إيه align your behavior؟ يعني كل حاجة من الحاجات اللي أنتم نفسكم تحصل لكم دي محتاجين تعملوا actions تخلّيكم تحصل لكم فعلًا. هي هنا في الكتاب طبعًا بتقول كل شوية كلمة universe أو الكون أو ورّوا الكون، لأ، أنت محتاج تورّي ربنا إن أنت إحنا بنؤمن بوجود إله، فبنقول إن إحنا بنورّي ربنا إن إحنا بنسعى، بنورّي ربنا إن إحنا نستحق الحاجة دي وإن إحنا فعلًا قادرين إن إحنا نحقق الحاجة دي. بنورّي ربنا لأي حاجة، مثلًا لو أنا مثلًا شايفة نفسي غنية فبابدأ إن أنا أطوّر من نَفْسي في كل حاجة، ما هو الغنى ده مش بس فلوس، الغنى ده كمان طريقتِك في طريقة المعيشة بتاعتِك، طريقة أكلِك، طريقة شُربِك، life style الشخص الغني ده عامل إزاي، فبتبدئي تغيّري من نَفْسِك في كل حاجة تانية، وإن أنتِ فعلًا تشتغلي على نَفْسِك، يعني لو أنتِ شِلتِ الخوف وشِلتِ القلق بس فضلتِ مكانِك ما بتتحركيش ناحية أي حاجة، مثلًا أنتِ نِفْسِك تطلعي عُمرة السنة دي، أنتِ مش بتعملي أي حاجة عشان تطلعي العُمرة السنة دي، مش أنا مثلًا فاكرة إن أنا نزلت جِبت العبايات بتاعة العُمرة، اللي هو عارفين لمّا بابدأ أستعد لكل حاجة، كنت باشوف فيديوهات عن العُمرة وباشوف إزاي هي بتتعمل، كنت باحاول أفهم كل حاجة في مكة والمدينة وإزاي أحجز الروضة وكل الكلام ده، باحاول إن أنا أحوّش فلوس عشان خاطر العُمرة، فأنتم لازم تعملوا actions عشان الأحلام تتحقق، ما فيش حد يعني وده الفرق ما بين الmanifestation وقانون الجذب، قانون الجذب بيقول لِك اقعدي مكانِك وأنتِ بس just تخيّلي الحاجة كده والحاجة دي هتيجي لِك، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها أنا ما فيش يعني دي حاجة سحرية، ما فيش حاجة اسمها كده أصلًا، وده ضد أي حاجة إحنا بنؤمن بيها. لإن دي حاجة بتولِّد الكسل وبتولِّد التواكل، لأ إحنا بنتوكّل على ربنا، فإحنا بنعمل اللي علينا كويس أوي، أوي، أوي وبنتوكّل، بس بنعمل اللي علينا ده من غير شَك، من غير إحساس إن أنا مش هاوصل للحاجة دي، من غير إحساس إن أنا خايفة إن أنا ما اوصلش، من غير إحساس إن أنا ما استحقّهاش، فبالتالي عقليتي في تحقيق أحلامي بتكون أحسن بكتير أوي. وهي طبعًا بتتكلم عن حتّة إن أنتم محتاجين تطلعوا برّه الcomfort zone وإنه التغيير أو الactions اللي أنتم هتعملوها علشان توصلوا لأحسن version من نفسكم، دي مش حاجة هتبقى مريحة أبدًا، ومش حاجة هتبقى سهلة، وما تفكروش إن هيبقى فيها عقبات، لأ هي هيبقى فيها عقبات وهتكون صعبة، وهتكون بعيدة عن الحاجات اللي أنتم مستريحين فيها. زي مثلًا إن أنا أنزل أتمشى الصبح أو أبدأ أعمل رياضة، عشان أنا حاسة إن أنا شكل جسمي محتاج يتحسن، وإن أنا عايزة أحسن من شكلي ومن شكل جسمي وأبقى healthy أكتر، ما دي حاجة أنا مش هاوصل لشكل الجسم اللي أنا حاطاه مثلًا في الvision board بتاعتي مثلًا إن أنا ما يبقاش عندي كرش،
غير لمّا آخُد خطوات لده. لكن لو أنا واخدة خطوات ونيّتي وعارفة إن أنا هاوصل للشكل ده هاوصل. لكن لو أنا قاعدة في البيت عمر ما الكرش ده هيتشال، فأنا لازم هاطلع برّه الcomfort zone، لازم هاكل أكل صحّي، لازم هانزل أتمشى، لازم هانزل ألعب رياضة، عشان أبدأ ألاقي فعلًا التغيير ده بيحصل لي. كمان بتأكد أوي في الstep دي على be clear في ليه أنتِ عايزة تبقي غنية، ليه أنتِ عايزة تبقي جسمِك أحسن، ليه أنتِ عايزة، ولازم النيّة بتاعتِك تكون نيّة فعلًا حلوة. اللي هو أنا عايزة أبقى غنية عشان أنا عايزة أحسّن من حياتي، وعايزة أحسّن من حياة الناس اللي حواليّا، وعايزة ما احتاجش لحد، وعايزة أوصل لfinancial freedom، أو عايزة أوصل للحرية المالية. دي حاجات كلّها بتقوّي عندي إن أنا أتحرّك، بتخلّيني فعلًا أنا شايفة أنا ليه عايزة أوصل. مش أنا عايزة أوصل مثلًا أنا عايزة أوصل إن أنا أبقى شبه حد على السوشيال ميديا معيّن، وأنا مش عارفة الbackground بتاعته ولا عارفة حياته هي فيها إيه أصلًا. ف ما أعرفش حياته عاملة إزاي. أنا المهم إن أنا تبقى الY دي طالعة من جوايا أنا، أنا الحياة اللي أنا عايزة أوصل لها دي اللي أنا عايزاها علشان 1، 2، 3، مش عشان نموذج معيّن أنا شُفته وعايزة أبقى زيه. وكمان في الstep بتاعة aligning الbehaviors في حتّة جميلة أوي هي اتكلمت عنها، وهي الauthenticity والself love. إنه مهم أوي إن أنتِ في الjourney دي تحبي نفسِك وتكوني شخص أنتِ، ما تحاوليش إن أنتِ تبقي أي شخص تاني غير نفسِك، وإن أنتِ تفضلي أنتِ authentic، تفضلي بمبادئِك، تفضلي بالحاجات اللي أنتِ بتؤمني بيها، الحاجات الصح اللي أنتِ بتؤمني بيها. وأنا الحتّة دي شُفتها أوي، أوي في حياتي، بالذات في السوشيال ميديا. إن ناس كتيرة أوي كانت بتنصحني نصايح ليها علاقة بالسوشيال ميديا، زي fake it till you make it، إن أنتِ مش محتاجة تبقي نفسِك، إن أنتِ محتاجة تتكلمي بطريقة معيّنة. وأنا once إن أنا شِلت الحاجات دي وبدأت إن أنا أتكلم زي ما أنا كده، أنا باتكلم زي ما أنا، باطلع لكم أوقات كتير تعبانة، أوقات مش في أحسن حالاتي، أوقات فيّا حبوب في وشي، الناس تشوف على إنستجرام يمكن يوتيوب مش بيبقى مبين أوي عشان الكاميرا. بس أنا عايزة أطلع زي ما أنا، عايزة أشارك أفكاري زي ما أنا، لقيت إن فعلًا الناس بتحبني زي ما أنا. فاهمين قصدي؟ step رقم 4 هي إن أنتم هتقابلوا عقبات وهتقابلوا اختبارات من ربنا كتيرة أوي بتختبركم، فهل إن أنتم تستحقوا أصلًا الحاجة دي والّا لأ. يعني عمر ما الحاجة هتيجي بشكل سهل تمامًا. إحنا بنتمنى ده وبنبقى واثقين في ربنا إن الحاجة هتيجي لنا بطريقة كلها سهولة ويسر، ولكن هييجي لنا اختبارات في الطريق علشان تشوف هل إحنا فعلًا عايزين الحاجة دي والّا لأ. هتيجي لنا اختبارات مثلًا أنا في يوم مش هاقدر أنزل أروح الgym، مش هاقدر إن أنا آكل أكل صحّي، مش هاقدر إن أنا آمم أشتغل كفاية على الحاجات، لأ، على أحلامي، أعمل الbusiness بتاعي. هتيجي لنا اختبارات كتيرة أوي تشوف هل إحنا فعلًا متمسكين بده والّا لأ. ولكن في وسط الاختبارات دي كلها لازم يبقى عندنا ثقة ويقين إن إحنا هنعدّي العقبات دي، وإن دي اختبارات من ربنا عشان يشوفنا إحنا فعلًا قد المرحلة الجديدة دي والّا لأ. step رقم 5 واللي دايمًا باكلمكم عليها هي الgratitude أو الامتنان. إحساس إن أنتم ممتنين لكل حاجة حواليكم، لأصغر الحاجات. وبجد practicing gratitude أو إن أنتم تمارسوا الامتنان دي حاجة أنتم مش متخيلين هي إزاي هتفرق في حياتكم عمومًا، هتفرق في حياتكم اليومية. إن أنتم أول ما تصحوا من النوم ممتنين إن أنتم عندكم سرير، ممتنين إن أنتم قمتوا عملتوا كوباية قهوة أو اشتريتوا كوباية قهوة، ممتنين إن أنتم نزلتوا من البيت رجليكم قادرة تشيلكم، صحتكم كويسة، ممتنين. أنا ساعات بامتن إن أنا دخلت الحمام من غير ما أتوجع، فالحمد لله لده. تمتنوا لكل الحاجات الصغيرة، للناس الكويسة في حياتكم. بجد الامتنان ده من أعظم الحاجات، إن أنتم تفضلوا تحمدوا ربنا على كل حاجة، كل فتفوتة في حياتكم أنتم ممكن تكونوا مش شايفينها. إن أنتم عندكم موبايل قادرين تسمعوا بيه فيديوز، إن أنتم قادرين تسمعوا أصلًا، إن أنتم قادرين تشوفوا الفيديو ده، فقادرين إن أنتم عينيكم تبقى كويسة وهي بتشوف الفيديو. بجد كل حاجة، كل حاجة تمتنوا ليها. وباشوف إن الأجانب بيتكلموا كتير أوي عن ده، وإحنا عندنا آية clear جدًا لئن شكرتم لأزيدنكم. فبجد عن تجربة مارسوا الامتنان في كل حاجة. كمان بالليل اللي هو في آخر اليوم كده ساعات بيبقى عندنا أيام اللي هو إحنا حاسين اليوم ده مش حلو، ولكن لمّا مثلًا أنتم تقعدوا تكتبوا 5 حاجات في يومكم مثلًا أنتم ممتنين ليها. ممكن تقولوا إيه ده اليوم ده ما كانش حلو خالص، بس تجبروا نفسكم إن أنتم هتكتبوا 5 حاجات. فلمّا تبدأوا تكتبوا ال5 حاجات دول تلاحظوا مثلًا إنه النهارده مثلًا أنا فطرت الحمد لله فطار كويس، إن النهارده مثلًا أنا كنت قادر أمشي، إن النهارده أنا كنت قادرة مثلًا إن أنا روّحت البيت لقيت سرير بيحضني، سرير كده حلو. لقيت مثلًا مامتي عاملة أكل.
أيًا كان، لقيت أكل كويس، لقيت أكل نضيف، لقيت مَيّة نضيفة، ممكن تبقى حاجات صغيرة أوي، أوي، بس إحنا حاسين إن هي حاجات عادية في يومنا وهي حاجات مش عادية خالص، لإن في ناس كتيرة أوي، أوي، أوي ما عندهاش ربع الحاجات دي. بجد، بجد عقلية الامتنان دي حاجة بتخلّيكم مبسوطين، بتخلّيكم positive، بتخلّيكم إن أنتم نفسيتكم أحسن، بتخلّي عقليتكم أحسن، بتخلّيكم كده عندكم بجد سلام نفسي. يا جماعة الخطوة السادسة دي بجد بقى، دي أنا كنت مبسوطة أوي، أوي وأنا باقراها، عشان دي حاجة أنا باؤمن بيها جدًا، وهي إن أنتِ تturn أي حسد لinspiration. يعني إيه؟ إن أنتِ تخلّي الحسد ده إلهام، بدل ما أنا أقعد أحقد وأحسد حد إن هو عنده كذا وليه اشمعنى، وأكتب له comment زي الزفت على السوشيال ميديا، أتريق فيه عليه أو أكلمه بطريقة مش كويسة أو كل الكلام ده. آخد أو مثلًا أشوف واحدة هي بتسافر كتير وبتلبس brands ومش عارف إيه، فاحسدها إن هي عندها كل حاجة، بدل ما أنا أفضل أبُص في حياة الناس، أحوّل ده لإلهام يغيّر من حياتي. أشوف أنا إزاي ممكن إن أنا أغيّر من حياتي عشان أوصل للحاجة دي. لو مثلًا حد بيلهمني في السفر مثلًا، فأنا هاشوف أنا ممكن أعمل إيه في حياتي عشان أقدر إن أنا أسافر. حد بيلهمني في التعليم، حد بيلهمني في الcontent، حد بيلهمني مثلًا في طريقة لبسه. كل ده ما احسدش، لإن الحسد ده صدقوني بجد، وباقول لكم ده برضه عن تجربة، لإن أنا حكيت لكم قبل كده إن أنا كنت في بيئة عمل كانت كلّها مقارنات وكلّها حسد وكانت كلّها مقارنات بستات تانية، وغصبٍ عني أنا وقعت في ده. ده بيخلّيكم إن أنتم بجد يعني تخسروا نفسكم وتخسروا سلامكم النفسي وتحسّوا هنا دايمًا بسواد وتخسروا روحكم. أول ما بتبدأوا تحوّلوا الحاجات كلّها اللي أنتم شايفينها عند الناس دي لإلهام ليكم، تشتغلوا على نفسكم وتركّزوا على نفسكم وتشوفوا الناس دي إزاي وصلت لكده وتبدأوا تحاولوا تمشوا على الخطوات دي، صدقوني magic happens، أو بتتحول كل حاجة في حياتكم عشان أنتم بدل الطاقة اللي كانت وحشة أوي بتاعة الحسد لشخص تاني، أنا حوّلت الطاقة دي كلّها لنفسي وبدأت أنا أشتغل على نفسي. فده بيخلّي إن أنا أوصل للحاجات اللي أنا نِفْسي فيها أو بmanifest أو الحاجات اللي أنا نِفْسي إن هي تتحقق في حياتي أسرع بكتير أوي، أوي once إن أنا غيّرت ده. وباحس ده ما لهوش علاقة بالعقلية أكتر ما ليه علاقة بالسلام النفسي بتاع القلب، وليه علاقة بقلبنا أكتر. فبجد جرّبوها، صدقوني هتفرق معاكم 180 درجة. آخر خطوة هي بتقول trust in universe، أو إن أنتم تثقوا في الكون. إحنا بنقول إن إحنا نثق في ربنا، وده كل أصلًا مفهوم الmanifestation هو حُسن الظن بالله، إن أنا أبقى عندي حُسن ظن بربنا، إن أنا متأكد إن اللي ربنا كاتبه لي خير. إن اللي ربنا كاتبه لي خير طالما أنا باسعى وطالما أنا باحلم وطالما أنا باغيّر من عقليتي وباغيّر من نَفْسي وشغّال على كل الsteps دي، أثق إن الحاجة دي هتحصل لي وما استناش التوقيت بتاعها إنها تحصل لي دلوقتي أو بعد شهر أو بعد شهرين. جات دلوقتي، جات بعد شهر، جات بعد سنة، أنا واثق من جوايا إن الحاجة دي هتحصل لي، واثق من غير ما أحط timeline، من غير ما أحط توقيت، مسلِّم. وده حاجة أنا باكلمكم فيها كتير أوي، هي فكرة التسليم، حتة إن أنا مسلِّم كل حاجة وأنا واثق إن الحاجة دي هتحصل لي. أنا يعني عندي يقين 100% إن الحاجة دي هتحصل لي، عندي يقين 100% إن الحاجة دي ربنا هيستجيب لي فيها، ومش مستني التوقيت بتاعها، لإنه أكيد ربنا شايف التوقيت في حتة معينة هو ده الخير ليّا. وبس كده، ده كل حاجة عن كتاب manifest. بجد كتاب حلو أوي، 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 بيغيّر من عقليتكم، أنصحكم بجد إن أنتم تقروه قبل بداية السنة، هيفرق معاكم جدًا، 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 جدًا. أنا حاولت ألخّص لكم الكتاب على قد ما أقدر مع إن الفيديو طوّل منّي، فقولوا لي لو أنتم عندكم أي أسئلة أو أي حاجة عايزينّي أجاوبكم عليها، ممكن أجاوبكم عليها في فيديو تاني، بس نعمل الأول الفيديو بتاع الvision board عشان ده أكتر فيديو أنتم عايزينه، وأنا كمان مستنية إن أنا أعمله، وأكون صحتي كمان بقت أحسن على الأسبوع الجاي. ادعوا لي كتير، وباحبكم أوي، صدقوني بتوحشوني أوي، أوي. بس ابقوا ادخلوا اتطمنوا عليَّ كده على إنستجرام وعلى تيك توك، وبس كده. ما تنسوش تعملوا لي subscribe عشان في ناس كتيرة أوي بتشوفني بس ما بتعملش subscribe، وأنا نفسي أوصل ل100,000 قبل السنة تخلص. وبس قولوا لي إيه رأيكم في الفيديو. باي باي.